بالي من كل حاجة وخصوصا الأكل. سافر مع السلامة يا حبيبي. مع السلامة يا سيد زياد. وبحلول الليل خرجت رائحة طعام مغرية من الغرفة الممنوعة. تبعها حبضلم بدون أن يدري. وفي اللحظة الأخيرة نادى عليه سندباد. حبضلم، انت بتعمل ايه عندك؟ وقبل أن ينصرف سمع أصوات استغاثة. سمع، ده صوت واحدة بتعيط. وهنا قرر السندباد ومعه حبضلم أن يفتح باب الغرفة الممنوعة، وكان عليهما أن يواجه المفاجأة. انقذوني ارجوكوا، ساعدوني. ايه ده يا حبضلم؟ مين دي؟ أنا عارف يا سندباد. انقذوني من زياد الشرير، ارجوكوا فكوا ايديا، المفتاح متعلق على الحيطة اهو. يلا. حاضر. يلا بسرعة يا سندباد. أنا كنت عارف إن زياد ده مش هيجيبها لبره أبدا. مش عارفة اشكركوا ازاي. أنا من ساعة ما شفته مش مطمن له. مش مهم دلوقتي تشكرينا، المهم ان احنا نخرج من هنا قبل ما حد من الحرس يشوفنا. متهيألي صعب اننا نخرج من هنا، صعب. ليه؟ هقول لكم. انتوا اغبياء. ايوه اغبياء. سندباد، اللي بيحصل يا سندباد؟ سندباد، خايف وعايز تروح لماما يا حبيبي؟ أنا اللي عايز أروح لأمي. بس بذمتكم ايه رايكم في الحركة اللي شفتوها دي؟ هوريها لكم مرة تانية. ارجوكوا انقذوني، ارجوكوا. ولسه قول ايه؟ اختار موت يا حبيبي انت وهو بسرعة. ده جزانا ان احنا انقذناك، سيبنا نخرج. شوفوا ده. يا أما وبعدين أنا لازم أحاول أخرج من هنا بسرعة وأشوف طريقة أنقذ بيها سندباد من الورطة اللي وقعنا فيها دي. أنا نفسي أضربه. رايح فين يا حبيبي؟ انت مين يا شرير؟ انا دهنش اللذيذ العجيب، اقدر اتحول لاي شخصية عايزها في اي وقت. يعني استاذ دهنش، احنا اسفين ان كنا زعلناك. ارجوك سيبنا نمشي ونوعدك اننا عمرنا ما هنجيب سيره لحد عنك. ارجوك. ايه ده كل اللي عندك؟ انا عايزك تتوسل لي بحرارة اكتر من كده. توسل يا استاذ دهنش باشا. اتهيأ يا اكتر. اقول له ايه ده بس يا عسول دهنش؟ اعمل معروف، ده باين عليه هيقتلنا. مش هيقدر. تعالى سيبني بقى، بقول لك سيبني. اوعى، انا ما عملتلكش حاجه وحشه، انا ساعدتك. اوعى.
بصوا يا حبايبي هشرح لكم كل حاجة. انا عايزكم تاخدوا بالكم قوي من الكلام اللي هشرحه لكم عشان انا عايز سلامتكم. يا سلام على خدك الجميل ده، يستاهل قرصة. بصوا دي متاهة الزمن، هرميك فيها يا سندباد بعد اذنك طبعا. انت والتفتيخ ده لو قدرت تخرج منها تستحق تهنئة، ولو ما قدرتش وده طبعا اللي هيحصل هتفضلوا محبوسين فيها للأبد. استنى. سندباد انا خايف. يعني ايه متاهة الزمن دي؟ وهترمينا فيها ليه؟ قولي. قول له جاوب عليني. لازم اعرف ايه متاهة الزمن. هتعرف دلوقتي يا حبيبي. 3 2 1. انا مش مصدق اللي بيحصل ده يا حباصلة. ولا انا مش عارف هو لابس كده ليه. ايه ده؟ هو بيصفر ليه؟ هيلعب كورة؟ بقالي 100 سنة ما ضحكتش من قلبي بالشكل ده. يلا استعدوا. للملل تاني. يا ريتني كنت اتسليت بيهم شوية. قوم يا حباصلة، خلينا نشوف احنا فين. قوم يا حباصلة، متحرك. انا فين؟ ما تخافوش، انا حارسة الزمن. اهلا بيكم. انتوا بقى اللي ما سمعتوش كلام زياد، عشان كده رماكوا دهنش في متاهة الزمن، لانه بيحلم انه يكون امبراطور ويتحكم في الناس وفي العصور. ده جبان، كان لازم اخلص عليه. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحقق له حلمه انه يحصل على جواهر تاج الزمن. ياه، حكاية غريبة جدا. للأسف تاج الزمن ده هو الحاجة الوحيدة اللي هتخرجكم من المتاهة اللي رماكوا فيها دهنش وترجعوا لعصركم تاني بأمان. انا لولا وقعنا بالصدفة في المتاهة انا كنت خلصت على دهنش ووريته شغله. لو سمحتي ممكن تقولي لنا احنا فين وازاي ممكن نرجع تاني قصر زياد؟ ها؟ أنا حالا هفهمك. من زمان قامت حروب بين مملكتي وبين دهنش الشرير وأعوانه اللي كانوا عايزين يحكموا الزمن ويلخبطوا العصور. وانتوا دلوقتي تايهين وموجودين في عصر غير عصركم، وعشان ترجعوا لازم توصلوا لجواهر تاج الزمن وتجمعوها من العصور المختلفة وتقدروا تخرجوا من باب متاهة الزمن. السلام عليكم يا طنط سامية. وعليكم السلام. ازيك يا طنط سامية؟ اهلا يا شيرين، اهلا يا مير، اهلا نعمت، اهلا كريم، ازيكم؟ الحمد لله. طبعا. شفتوا الحلقة بتاعت النهارده؟ جميلة جدا. طنط سامية، الحكاية دي جميلة جدا ومليانة مغامرات. طبعا. بس عايزة افهم حاجة. عايز تفهمي ايه يا نعم؟ يعني ايه متاهة الزمن؟ مين دهنش اللي رمى السندباد وحبظهم في المتاهة؟ وكمان مين الست اللي بتقول انها حارسة الزمن اللي طلعت لهم في الاخر؟ كلها اسئلة جميلة وانا هجاوب لكم عليها. اولا متاهة الزمن اللي موجودة في الحكاية عبارة عن جسر ما بين العصور، ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. يعني اللي يقع في المتاهة يا يرجع للماضي يا يروح لإيه؟ للمستقبل. يعني بيعيش في زمن غير زمننا. يعني ايه ماضي؟ الماضي يا نعمة كل الحاجات اللي حصلت قبل اللحظة دي، والمستقبل اللي لسه هيحصل.
طب مين دهنش ده يا طنط سامية؟ دهنش يا هيثم ده مارد شرير خدع السندباد وحبظلم ورماهم في متاهة الزمن. ليه؟ ده اللي هنعرفه بكرة يا نعمة ان شاء الله لما نكمل الحكاية. طب حضرتك ما ردتيش بقى على سؤالي. ليه؟ انا اسفة يا شيرين، فكريني. انا مش قصدي اللي حضرتك سألتك قلتلك طب مين مين الست؟ مين الست اللي طلعت لهم في الاخر؟ الست اللي طلعت في الاخر دي يا شيرين اللي بتحرس الذنب، ودي وظيفتها اي حد يقع في المتاهة تساعده. يعني هتساعد السندباد وحبظلم؟ مظبوط يا كريم، هتساعد السندباد وحبظلم. مالك يا ميل؟ مالك يا هيثم؟ اصلهم متخاصمين. ليه؟ في ايه؟ هقول لحضرتك ليه. قولي. هيثم زعلان عشان كنا انا وهو بنتناقش يا ترى سندباد غلط لما فتح باب الاوضه ولا لا. انا كان من رايي ان سندباد غلطان لانه ما سمعش كلام زياد صاحب القصر. هيثم زعلان عشان كان من وجهه نظري ان سندباد غلط. مش كده بس، ده كمان كان فاكر ان ميري هتفرح وتبين انها الوحيده اللي تفكيرها صح. حقيقي هيثم الكلام ده؟ ايوه طنط سامي، انا افتكرت ان هي عايزه تبين لنا ان هي الوحيده اللي تفكيرها سليم وان هي اللي عارفه الحقيقه. شوفوا بقى، عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا. مش مهم ابدا مين الاول اللي قدر يعرف الحقيقه، المهم ايه هي الحقيقه، ايه الصح وايه الغلط. لازم ده اللي نفهمه، ولما نفهمه ونتاكد منه ونعمل بيه. يعني لو تاكدنا ان اللي بنعمله احنا ده غلط لازم ما عدناش نعمله. وبعدين احنا بنتناقش ليه؟ عشان نفهم، مش عشان نكسب مين كسب ومين خسر. احنا مش في مباراة. ولما نعرف ان رأينا غلط نقول احنا غلطنا ونغير رأينا، وبكده يبقى كلنا بنكمل الحقيقة.